طبعا بما ان شيئين وصل يعني قربت السفرة حقت الصيف ان شاء الله باذن الله، متجهين الى تركيا. وحبيت الصراحة اوريكم الاشياء الموجودة او ايش شريت واستعديت يعني تجهيزاتي وبس. والله خليكم معنا، راح نفتح الحين نقول بسم الله. الحين بعد ما فتحنا نشوف يا رب الحماس، يعني شوف صراحة ما كني انا اللي طالبة الاشياء. راح اوريكم ايش طلبت. نقول بسم الله. طبعا شوفوا اول شيء مرة كنت يعني متحمسة لهذا الشيء وقايلة باذن الله اول ما اسافر راح اطلبه. طلبته هذا حق الباسورد الجواز، فشوفوا مرة حلو كيوت، طلع مصمر القماش حقه. طبعا ما عليكم من صوتي مرة مزكمة مع الاجواء. راح اوريكم. واو حبيت شكله. ايش عندي؟ شرابات. طبعا مرة اموت على شرابات شيئين، مرة جميلة الصراحة. وخذت لي كذا، خذت الألوان الصيف يعني ألوان فاتحة. يا ربي مرة تحمس أشكالها. شوفوا ألوانها أبيض ووردي وهنا رصاصي، مرة حلوين. هذا عجبتني. أوه ما شاء الله، توقعتها الصراحة أصغر. قلت أحط فيها الميك اب أو يعني أشياء اللي كذا. هذه مرة يعني شنطة صغيرة. دقيقة راح افتحها معاكم. صراحة حلوة مرة، الكواليتي حقها مرة يجنن. وخلنا اوريكم اياها من داخل شلون مرة وسيعة، يعني مرة حلوة الصراحة. يا جماعة شوف مرة تجنن، مرة بالطبيعة صدق مرة خفيفة بس مرة تجنن. شوف هنا طلعت بعد حجاب ثاني، هذا شكله مرة اكبر الصراحة من الاول. هذا اخذته فيه ورود بس اخذتها ورود بيضة. مرة شكله حلو الصراحة. هذا أفضل من الأول اللي أخذته اللي فيه ورود وردية. مرة تجنن، أحلى من الأولى فعلا وأثقل. شوفوا مرة الصراحة حبيتها، ومثل ما قلت لكم عريضة وطويلة. إيش عندنا بعد؟ نشوف هنا أو خلينا نشوف هذا إيش. هذا الصراحة ما أدري إيش، خلينا أشوف. الصراحة الطلبية صار لها أكثر من عرفت ايش هذا. الله يسلمكم. هناك تركيا الراس حقهم كذا، يعني شوفوا احنا هنا بالسعوديه شلون كذا عندنا الراس كذا، بس هم تركيا لا. فاخذت هذا الصراحه. هذا طلبته تيشيرت. طبعا اخذت لون البينك مره حلو فاخذته. هذا التيشيرت مرة يجنن وناعم، يعني صراحة يقولون مرة حار هناك، فحبيت أخذ لي يعني أشياء مرة صيفية وقماشها يهفهف. هذا بنطلون مرة أخذته بيج، أخذته وقماشه يعني مرة حلو خفيف، يعني أخذت قماش صيفي صراحة. ما بعد عندي شرابات، مرة أموت على شرابات شيئين يا جماعة، مرة أحبها. فعشان كذا طلبت لي أشكال ثانية. شوفوا مرة كيوت، مرة حبيت. شوفوا أشكالهم كل واحد شوف بعد. أيوة هذا الله يسلمكم يا جماعة اللي هي شنطة. أحب وقت المطار إنه يكون معي شنطة، يعني وقت ركوب الطيارة ممكن أحط لي كتاب، ممكن سماعة، ممكن الشاحن حق الجوال، يعني أشياء كذا أدوية. فحبيت أخذ هذه. الله مرة شكله الصراحة حلو. وطبعا هذا التيشيرت الثاني شوفوا من ورا كيف راح يكون، مرة الصراحة حبيته. ومن قدام يعني في بس من هنا فمرة عجبني. أخذت لونه هنا رمادي كذا. نشوف ايش باقي عندنا هنا. هذا طلبت لي شوز مرة خفيف حق يعني مو كلها صراحة سبورت يعني مع الحر، فحبيت اخذ هذه كذا شوز مرة حلو كيوت، يصلح حق ذات الصيف يعني حلو كذا حق الطقطقة على بالكم. كانت طلبيتي من شيئين. إذا عجبتكم لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مساء الخير يا جماعة، ويا هلا وسهلا فيكم في يوم جديد وفلوق جديد على قناة عالمنا 15. طبعا مثل ما انتم شايفين طلعنا شنطة السفر، قربت موعد السفرة بإذن الله، متجهين إلى تركيا بعد 4 أيام تقريبا. فطبعا مستعدين لسفرة الصيف. لو قلت اجهز اغراض السفره ان شاء الله معاكم، وراح اوريكم اشترياتي ايش شريت وجهزت السفر. خليكم معنا. طبعا اول شيء اخذته هذا الشيء، اخذته من شيئين. طبعا مره احس حلو ينظم يعني ينظم مره الشنطه، فاخذت هذا
تقريبا فيها 7 قطع أو 6. طبعا أنا أحب أجهز قبل السفرة، أحطها كذا الشنطة عشان أشوف إيش الأشياء اللي أخذها، وأكتب بالقائمة عندي إيش الأشياء اللي أحتاجها أو باخذها معاي، وأحطها قدام عيني عشان أعرف يعني الأشياء اللي ما أنسى اللي أخذها. وطبعا عندي هذه طلبتها حق الأدوية حقاتي والإبر الأنسولين، فأخذت هذه بعد عشان أحطها حجمها صغير، يعني يكفي مقاس الإبرة عشان أحطها بشنطتي، يعني بوقت بشنطتي اللي مسكتها يعني. فشوفوا كيف شكلها من الداخل. هنا ممكن نحط الإبر، هنا ممكن نحط المسحات الطبية يعني. والله حبيت شكلها وحجمها حلو مرة صغير يكفي الشنطة في اليد. طبعا راح أجهز معاكم هذه الإبر، ممكن أخذ 3 ممكن أو 2 راح يكفون يعني. أعطيكم هذا الشكل، دخلت 2 هنا وباقي المسحة طبعا هذه راح اخذها، بس هناك ممكن احطهم بالثلاجة لأن لازم تحتاج تبريد. وهنا عندي المسحات الطبية راح اخذ كمية، راح احطها هنا. بعد الإبر راح ناخذ منها يعني بس تقريبا كذا عشان يعني استخدام اليومي، راح احطها هنا. وهنا جهاز السكر راح احطه بعد هنا، او هنا احطه ممكن، وكذا اتوقع تكون جاهزة. باقي بس الشرايط حق شو اسمه والإبر الصغيرة حق ذا. طبعا اضفت هنا حبوب السكر الباقي راح احطها هنا. يعني ما شاء الله مرة الصراحة تشيل، توقعتها مرة راح تطلع صغيرة، بس يعني على حجمها الصغير النايف ما شاء الله كفت وشالت الأغراض اللي احتاجها. طبعا طلعت الشرابات اللي راح اخذها معي ان شاء الله، واخذت هذا الكيس الباقي راح احطه فيه ان شاء الله داخل، عشان هناك يعني ما احوس، خلاص اعرف اني هنا حق الشرابات. طبعا الحين جاء وقت الحجابات، راح احطها هنا وش اسمه، راح اصفطهم وارتبهم. احس الصراحه مره هذول الصراحه مناسبين مره للسفر، مره حلوين ينظمون الشنطه، وبنفس الوقت يعني خلاص تعرفين اذا تبين شيء هذا بالباك حقها هنا وخلاص. كذا شكلها، اخذتها بعد من شيئين. راح احط الجزم داخل، بس والله طلعت شوفوا شلون كذا حطيتها. وطبعا هذه راح احط فيها منتجات اللي احتاجها، كريمات، هذا الاشياء راح احطها هنا. طبعا اول شيء راح اخذ معي هذا الشيء الجميل، وراح اخذ معي هذا حق الشعر بعد الشغل. راح اخذ الشنطه بعدين، يعني في عندي بعض النواقص راح اجمعهم ان شاء الله وراح اوريكم بعدين. محمد راشد.
سناكات. يعني مرة الصراحة عجبني واو مرة حلو، حبيت. هنا حطينا السناكات.